هل عمرك سألت نفسك ليه بعض الناس بيحبوا يشتغلوا بعد نص الليل رغم الخوف والوحدة؟ في وقت أغلب البشر بتقفل فيه أبوابها وتستخبى ورا الأضواق، في ناس بتختار العكس تماماً وبتنزل الشارع وهي عارفة إن أي حاجة ممكن تحصل. أحمد كان سواق دليفري، شخص هادي مش بيحب الكلام الكتير، واختار الشغل بعد نص الليل لأنه كان بيحس إن العالم ساعتها أصدق. مفيش زحمة، مفيش دوشة، بس هو والطريق. علم النفس بيقول إن في ناس بتنجذب للوحدة مش لأنها قوية، لكن لأنها متعودة تخبي خوفها جواها. وأحمد كان واحد من الناس دي، بيهرب من أفكاره بالشغل. في ليلة هادية زيادة عن اللزوم جاله طلب دليفري من عنوان غريب، شارع مش معروف ومكان مفيش عليه أي نور، ورغم كده قبل الطلب من غير تفكير. العادة بتقتل الإحساس بالخطر، ودي واحدة من أخطر صفات العقل البشري، لأن اللي بتعمله كل يوم عقلك بيعتبره آمن حتى لو كان مرعب. وهو سايق لاحظ إن الشارع فاضي بطريقة غير مريحة، مفيش كلاب، مفيش بشر، حتى صوت الرياح كان مختفي، وكأن المكان مستني حاجة تحصل. العقل وقت الخوف بيبدأ يضخم التفاصيل الصغيرة، وأحمد بدأ يسمع صوت خطوات مش واضحة، وكل ما يلف ما يلاقيش حد، بس الإحساس ما كانش بيروح. وصل للعنوان، عمارة قديمة، بابها مفتوح من غير أي نور ومن غير أي صوت، ومع ذلك دخل، لأن في حاجة جواه قالت له إن الرجوع دلوقتي ضعف. الغرور النفسي بيخلينا نكمل حتى وإحنا حاسين إن في خطر، بس عايزين نثبت لنفسنا إننا مش خايفين. وأحمد طلع السلم وهو قلبه بيدق بسرعة. في الدور الأخير سمع صوته بيتنادي باسمه رغم إنه ما قالش اسمه لحد. الصوت كان هادي بس مليان تهديد. لو بتحب النوع ده من القصص النفسية المرعبة، اشترك في القناة عشان توصلك كل قصة جديدة. العقل وقت الصدمة بيحاول يبرر أي حاجة، فكرة إن حد شافه قبل كده أو يمكن مجرد وهم، بس الإحساس كان أقوى من أي منطق. فجأة الباب اللي قدامه اتقفل لوحده، والصوت قال له: أنت اتأخرت. وساعتها فهم إن الطلب ما كانش ديليفري، كان فخ. الخوف الحقيقي مش في اللي شافه، لكن في اللي ما شافوش، لأن عقله بدأ يرسم صور أسوأ، وده أقسى أنواع الرعب النفسي. تاني يوم الصبح الموتوسيكل بتاع أحمد اتلاقى قدام العمارة شغال والأكل مكانه، بس أحمد مرجعش والطلب لسه قيد التوصيل.